فات الميعاد، فات الميعاد وبقينا بعاد. ده الكلام اللي قالته الست ام كلثوم. لا، ده مش كلامها هي، ده كلام الواقع اللي احنا فرضناه على نفسينا. احنا شفنا حكاية حفيدة الحاج متولي والقهر والظلم والصبر اللي عاشت فيه سنين. مكافئتها عند ربها مش عند العباد. لكن تفتكروا الزوج هو اللي وحيد اللي غلطان؟ اكيد لا. نبدأ بالزوج. كل راجل عاهد ربنا انه يعامل الزوجة معاملة الاسلام. مش ده اللي انت قلته وانت بتعقد القران؟ ان اعاملها معاملة الاسلام، ويجي بعد كده تعملها معاملة ملهاش اي صلة لا بالاسلام ولا بالانسانية ولا بالادمية كلها. ترمي المسؤولية كلها على كتافها وتتنصل من مسؤولياتك انت، توجع فيها، ولما تلاقيها استحملت الوجع تزيد كمان، تحرمها وتذلها وانت مش باصص على انك كده ولا حارمها ولا بتذلها. كأن حق مكتسب ليك انك تيجي عليها وانها تستحمل وان الفضل يبقى فرض. هنقولك ايه وانت وصلت نفسك معاها؟ يا اما لباب المحكمة وكل واحد فيكم واقف يتهم التاني انه هو اللي سعى لحد ما يوصل للباب ده. هنقولك ايه واولادكم ما بينكم مشتتين، مش عارفين هم مع الاب ولا مع الام ولا مع نفسهم ومش عايزين الاتنين. هنقولك ايه وانت خسرت البيت اللي ناس كتير بتتعب قوي عشان تبنيه، انت هديته وبايدك مش بايد حد تاني. مسكت الفاس وفحت في الاساس عشان توقعه. مش عارفين نقولك ايه غير انك جنيت عليها وعلى ولادها اللي هم المفروض ولادك وعلى نفسك. ما عادتش تنفع معاك النصيحة، اصل فات الميعاد. نيجي بقى للست الجميلة الرقيقة الأنثى اللي من أجمل صفاتها الرحمة والحنية والمودة. عشان كده رب العزة قال وجعل بينكم مودة ورحمة من الطرفين، لكن من الست أكتر حنيتك ورقتك، وزي ما بيقولوا عليك النص الحلو. انتي اتنين ملهمش تالت، يا اما بتصبر قوي والدنيا تيجي عليها والراجل اللي معاها قوي وتفضل مستحملة وساكتة قوي قوي، ولا تحكي ولا تعترض ولا تحاول تصلح من الوضع، وتفضل شاربة 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 لحد ما تتقرع وتقول خلاص معدتي تعب وقولوني اتنفخ. مش انتي برضو اللي شربتي؟ مش انتي برضو اللي سكتي؟ مش انتي برضو اللي داريتي؟ مش انتي برضو اللي استحملتي؟ كل ده عشان ايه؟ عشان بيتي، عشان ولادي، عشان حياتي، عشان بحبه. طب ما انتي ممكن تعدلي وما تفضليش سلبية، لان السلبية جابتلك المرضية. ده نوع من الستات. يا اما النوع التاني شريرة من الاول وكشرت عن انيابها وتخلت عن انوثتها وبقت ترد الكلمة بكلمة والضربة بضربة والبيت نار ودمار ليل ونهار. طب ما ينفعش نبقى وسط؟ ما ينفعش نكون ما بين الحاجتين؟ يعني لما تلاقي جوزك سايق فيها قوي وانتي مش قادرة له دخلك كبير، واللي ملوش كبير
بيشتروا له كبير قبل ما تجروا انتوا الاتنين على نفس الباب، باب المحكمة، باب القطيعة، باب تعقيد أولادكم. باب لو اتفتح ما بيتقفلش، وان قفلتيه وراكي بتبقى حبستي نفسك في كل المشاكل جواه. ما ينفعش تبقى عقلانية مع رومانسية تجمعي بالاتنين في نقطة واحدة، تحاولي تكسبيه بالود واللطف والرحمة والنصيحة والشدة والحسم واتخاذ موقف في أمور كتير ما ينفعش تتهاوني فيها عشان ما توصليش لخراب البيت في وقت نقول فيه فات الميعاد. بالنسبة للأهل، الأهل اللي بيعرفوا إن بنتهم تعبانة وجوزها منكد عليها عشتها وإنها على حق وإنها مش قادرة تاخد موقف معاه وزي ما بيقولوا كده مش قادرة عليه، الأهل دول ما بيتدخلوش من البداية ليه؟ ما بيقعدوش قعدة رجالة زي ما بيقولوا ليه؟ ما بتحكموش الأمور من أولها ليه؟ يمكن يعمل لكم 1000 حساب، ويمكن غيابكم عن الموقف والوضع اللي هم فيه خلوه ما يعمل لكوش أي حساب. خايفين من إيه؟ خايفين تقعدوا فتطلع بنتكم على حق فتطلبوا الانفصال ليها ويقولوا عليكم بنتكم اتفصلت وبقت واخدة لقب الكل بيستعر منه، لقب رب العزة سمح بيه لأنه عارف إن عباده بيجي عليهم وقت ما بيقدروش يستحملوا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لقب مطلقة، طب اما تاخد لقب مطلقة ولا تاخد لقب أرملة أو قاتلة، يعني تقتله وتتسجن أو تتعدم وبقت أرملة، يا إما يقتلها ويتسجن ويتعدم وبقت شهيدة. طيب ما تتجنبوا ده كله، وما بنتكم تلجأ لكم ما تنفضوش، ما تسكتوش، ما تقولوش خليها تعيش، ما تقولهاش عيشي واستحملي واصبري عشان خاطر ولادك، عشان خاطر كلام الناس، عشان لا الناس ولا ولادها هيقدروا يغيروا من الوضع حاجة، الولاد هيبقى لا حول لهم ولا قوة. زي ما قلنا محتارين، لا أصحاب قرار ولا ليهم حق الاختيار، والناس مش هي اللي هتعاني، بنتكم هي اللي بتعاني. ما تصغروهاش قدام راجل مش مقدرها، ما تصغروهاش قدام راجل بيبيع ويشتري فيها، ما ترموهاش لراجل بيدوس عليها. اقعدوا معاها من بدايتها، وما كانش هيصونها ويعاملها معاملة الإسلام اللي حط ايديه في ايديكم يوم عقد القران وقالها بعلو صوته قدام الكل، وعاملك معاملة الإسلام. ما كانش هيعمل كده، خدوا بنتكم في ايديكم وطز في القايمة والنايمة والمؤخر والمقدم وكل حاجة. شفنا حالات كتير خاصة في الفترة دي، زوجة اتقتلت على ايد زوجها، زوجة اتقتل على ايد زوجته. لو كان الاهل دخلوا من البداية وحسموها وحكموها كانوا وفروا على نفسهم كل ده. اهله واهلها، انتوا اهل الراجل اما تشوفوا ابنكم ظالم ارجعوه، اما تشوفوا ابنكم جاي على مراته وعلى ولاده انصحوه قبل ما يجي وقت ونقول فيه فات الميعاد. الناس اللي بتشمت وبتوقع ما بين زوج وزوجة، الصحبة اللي لو فضفضتي معاها تعمل نفسها بتنصحك وهي بتبخ السم في ودانك عشان تخرب حياتك، الصديق اللي يقويك على بيتك وزوجتك وأولادك ويقولك لا اوعى تستمع لها، اوعى تطاطي، خلي صوتك عالي، خلي ايديك تطرقع، بيخرب عليك. مش فارق معاه خراب بيتك،
فارق معاه انه يبين لك انه راجل فتوة ولازم تبقى زيه وتقتدي بيه. طب ما تقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام اللي ما كانش فيه أحن منه على زوجاته وعلى بيته. طيب ما بلاش صاحبتك اللي بتبخ السم في ودانك وعايزة تشوفك زيها فاشلة في حياتك، يا تلجأي لحد انت واثقة انه بيحبك وبيخاف عليكي وهيتقي الله في النصيحة ليكي، يا اما اقعدي بين ايدين ربنا، ودي اسلم بكتير، واحكيله واشكيله. بس ربنا ما بيحبش عبده الضعيف اللي بيستسلم لكل الغلط، ونيجي في الاخر نقول فات الميعاد. اتقوا الله ببعض، اتقوا الله في البيت اللي بتبنوه، وفي بدايتها كل واحد فيكم بيكون حاطط جواه انه ملاك ومحافظ على البيت، وهو بيوقع فيه وبيشد الطوب اللي في نص المبنى عشان اللي فوق واللي تحت يتهدوا. لو البيت اتهد انتم اول ناس واخر ناس خسرانين. بعد ما كان في ألفة وسكينة وسكن بقى ولا حاجة، واستحالة المرة التانية تكون أحسن من الأولانية. فوقوا نفسكم قبل ما الكل يقول فات الميعاد. وانتي اللي استعجلتي على خراب بيتك، ما صبرتيش، ما استحملتيش، ما حاولتيش تغيري منه، او حاولتي وفي الاول فشلتي. اصبري شوية لو انتي حاسة ان في امل فيه وهو احسن من غيره. ما انتي مش عارفة غيره ممكن يعمل فيكي ايه او يعمل معاكي ايه. احتسبيه انه ابتلاء وهتؤجري عليه. ما تجيش بقى تقولي فاض بيا واتخنقت ومش قادرة. اصبري على الابتلاء هتؤجري عليه قبل ما تيجي وتقولي فات الميعاد. اصعب حاجة انك تندم على شيء مش هتعرف ترجع الزمن عشان تعدل فيه. اصعب حاجة انك ما تلاقيش الانسان اللي بتحاول او هتحاول او كان لازم تحاول انك تتواصل معاه تاني وتغير من الوضع وتحلم بانك تكمل معاه في امان، ويبقى اللي فات وخلاص، فما تلاقيهوش قدامك، يبقى خلاص راح واتبخر ما بين ايديك، ويبقى ساعتها بجد فات الميعاد.